أبو عبد الله ده يسمى بالذبيح، الذبيح، لأنه جده عبد المطلب أبو أبوه كان له ولد واحد اسمه الحارث، الحارث ابن عبد المطلب واحد بس، وعابته بعض قريش بالقلة، قال أنت ما عندك عقل، كان عنده منزول ما عنده أولاد كتار بيعيبوه، فقال والله لئن ولد لي 10 من الأبناء لأذبحن واحدا منهم عند الكعبة. قال بذبح واحد عندهم بين إساف ونائلة. إساف ونائلة ديل 2 من الأصنام بتاعتهم، قالوا كانوا بيحبوا بعض ولد وبيت، إساف ونائلة البيت، وبعدين اتمسخوا في مكانهم ده بيقوا صنمين، وديل ممسوخين من المعصية قاموا عبدوهم، قال بضبحوا بيناتهم. يا أخي عشان تعرف المشرك ده عقل ما عنده ذاته، ديل اتمسخوا بمعصية لأنهم قال له هدب في أرض مباركة، في محلة مباركة كويس، بقوا بيعبدوهم. فقام لما جابوا له الأولاد، ولد له كثير من الأولاد، جاب عبد الله ده ذاته ودار يذبحه، فأوقفه فقامت عليه قريش ومنهم بنو مخزوم، لأنهم شنو؟ ديل خيلانه، ديل خيلانه، قالوا له والله لا تذبحه. ليه؟ قالوا لئلا تكون سنة، بعد شيء يجي أي واحد يحصل له خير يذبح لنا واحد هنا ونكمل أولادنا. قالوا ما بتذبحوا إلا أن تذهب إلى اسمها ساحرة في الشام، ولو تمشي للساحرة دي وتسألها، لو قالت لك تذبحوا تذبحوا، لو قالت لك تفديوا تفديوا. فمشى لها، فقامت قالت له ترمي بالأزلام. الأزلام دي حاجة كده هم زي القرعة بيفركوها فرق كده، الأسهم بيعملوا فيها علامات ومن برا بتكون عادية، فيستقسم بالأزلام. شكل تلقى في حاجات كثيرة بيعملوها الناس الليلة، وهي شنو؟ من الجاهلية، الاستقسام بالأزلام. الليلة شغل القمار والميسر والشغل ده في التجارات راقد جدا، وده من فعل الجاهلية. فرمى هذه الأزلام فوقعت على الإبل، وقعت على 100 من الإبل. عشان كده قيل أول من فدى ابنه ب100 من الإبل هو عبد المطلب، فدى ولده اللي هو منه عبد الله لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان قتلوا يعني كان لله أمر آخر.